بحمده وتواضع كل شيء لمجده وذل كل شيء لعزته. سبحت له السماوات السبع بأبراجها والأرضون السبع بأفواجها وأمجادها والبحار بأمواجها والحيتان بلغاتها. فسبحانك ربنا من رب كريم إذا وعد بالخير وفى وإذا توعد بالشر عفا. سبحانك من رب كريم إن عصيناه سترنا وإن استرزقناه رزقنا وإن استغفرناه غفر لنا وإن تبنا وندمنا ورجعنا إليه قبلنا. فهل تجد من يفعل ذلك معنا غير ربنا؟ سبحانك أنا خاطئ أنا مذنب أنا عاصي. هو غافر هو راحم هو كافي. ثلاثة قابلتهن بثلاثة ولتغلبن أوصافه أوصافي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من عذاب النار. عباد الله، وما زلنا مع نبي الرحمة، مع الرحمة المسداة، مع النعمة المسداة والرحمة المهداة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما البداية فليحدثنا رسول الله عن نفسه. فقد جاء في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأحمد والمقفى
والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. فصدقت يا من لا تنطق عن الهوى، فأنت محمد الحامد، وأنت المتبع، وأنت الذي تحشر على يدك البشرية، وأنت من جئت ففتحت باب التوبة أمام أمة الحبيب محمد من فضل الله عليك، وأنت نبي الرحمة. فسلام الله عليك يا طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وجلائها. سلام الله عليك يا نبي التوبة، سلام الله عليك يا نبي الرحمة، يا من اكتحلت عيون المحبين برؤيتك. اللهم متعنا بالنظر إلى حبيبك. اكتحلت عيون المحبين برؤيتك، واستضاءت قلوب المعارفين بمحبتك. ولما سمع الأحبة صوت محب ينادي شوقا إليك: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، زاد وجدهم وحنت قلوبهم وسالت دموعهم وطال شوقهم. فأخذ المحب ينادي: يا رفقتي في الحب والألحان، يا أحبتي هنا وفي كل مكان، الشوق في روحي يروح ويغتدي، والقلب أضحى دائما الخفقان، وأحاول النسيان يوما علني أحيا ولو في غفوة النسيان، فيزيدني النسيان شوقا عاتيا من الأشواق والحرمان. أكذا يعيش العاشقون حياتهم ما بين شوق مرة وهوان. ضل المحبون الهوى وطريقه، ما الحب في ليلى ولا إحسان. كذب الهوى إن كان غير محمد في القلب بعد الواحد الديان. كذب الهوى إن كان غير محمد في القلب بعد الواحد الديان. كذب الهوى إن كان غير محمد في القلب بعد الواحد الديان. أقسمت بالرب الحيي وحقه هو فرحة الأرواح والأكوان. يا صاحب الشرع المنير آية، ماذا أقول وقد أثرت بياني. يا صاحب الشعار، يا من أعلنتها للعالم كله: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، صف لنا أخلاق محمد. يا بلال، يا صاحب الشعار، أيها المحب الولهان بمحمد، صف لنا حبيبك. سؤال يطرح من يهودي على بلال، يقول لبلال: يا بلال، حدثني عن أخلاق نبيكم. فيقول بلال رضي الله عنه: اذهب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فإنه أعلم بذلك مني. وأمام الفاروق عمر يجلس اليهودي ليسأل عن أخلاق نبينا، فإذا بعمر يحيل الأمر إلى علي بن أبي طالب،
اذهب إلى علي فإنه أعلم بذلك مني. وأمام علي حدثنا عن أخلاق محمد نبيكم، فإذا بعلي يقول للبشرية: قال يا هذا هل تستطيع أن تحدثني عن متاع الدنيا؟ قال: ومن يستطيع ذلك يا علي؟ والله يقول في قرآنكم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من يستطيع أن يتحدث عن متاع الدنيا؟ لا يمكن حصره ولا إحصاؤه. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا كنت لا تستطيع أن تحصي وأن تتحدث عن متاع الدنيا وهو قليل قليل، إن الله يقول لمحمد: قل متاع الدنيا قليل، فكيف أستطيع أن أحدثك عن أخلاق محمد وهو عظيم عظيم؟ إن الله يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. إن البشرية التي تريد أن تضع دين الله على ميزان النقد إنما هم أصحاب عقول لا تسمى عقولا. كيف أحدثك عن أخلاق نبي عظيم وأنت لا تستطيع أن تتحدث عن متاع قليل؟ إن الله قال لنا على نبينا: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال مقولته التي سجلت لعلي: من رآه بداهة هابه، ومن عرفه أحبه. قال: ناعته لم أرى مثله قبله ولا بعده. ثم قال علي بن أبي طالب: إن قلب نبينا أوسع من دنياكم، فإن دنياكم لم تسع الخير كله، إنما قامت على الصراع بين الخير والشر، ولكن قلب نبينا وسع الخير كله، فقلب النبي أوسع من دنيانا التي نعيش فيها. وكنا على موعد لنتوقف مع النبي محمد بن عبد الله كيف كان هذا الجانب في حياة رسول الله، ألا وهو جانب الرحمة مع عدوه. رحمة مع عدوه. فبعد هذه الإشارة إلى هذه القمة العالية وهذه القمة الشماء المتمثلة في محمد بن عبد الله، نتوقف مع جانب من جوانب رسول الله، جانب الرحمة مع أعدائه. وكنت في اللقاء السابق قد قلت: سنبين كيف كان يتعامل النبي مع الغير حتى تتكمم هذه الأفواه التي لا تعرف قدر محمد صلى الله عليه وسلم. أما الحدث الذي نتوقف معه فلنذكر الحدث ونستلهم العبرة. أما الحدث فلا يمكن إحصاؤه، إذ أن تاريخ النبي في 23 سنة لا يمكن إحصاء هذا التاريخ الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم بحق رحمة مهداة. كان رحمة مهداة. ولكن حينما ندخل حديقة غماء نأخذ من ورودها ونستنشق عبيرها، حديقة محمد بن عبد الله،
إنما نقتطف من الثمار شيئا ضئيلا نعايشه ونستلهم منه العبرة لهذا الكون كله. ولنكن مع أطول صراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه. إن أطول صراع في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصراع بين النبي وبين قريش، صراع استمر أكثر من 20 سنة. استمر هذا الصراع إلى يوم الفتح الأعظم، إلى يوم فتح مكة. وكان فتح مكة كما هو معلوم بعد مرور أكثر من 20 سنة على دعوة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فكيف تعامل النبي مع أعدائه في هذه اللفتة؟ وجعلتها بداية اختياري لأنها نهاية الصراع. حينما يملك الناس القوة في زماننا يستغلونها في ذل الضعفاء، لكن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل مكة فاتحا أصدر هذه التعليمات. أما الأمر الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى خبر الفتح. لماذا أخفيت الخبر؟ حتى نباغت قريش فلا يراق دم. نحن أمة لا نشتهي إسالة الدماء، نحن أمة تربينا على الأمن والسلام، نحن أمة لا نشتهي دماء البشرية، نملك القوة لنضع بها حدودا في أرض الله للظلم والطغيان، ولا نشتهي سفك الدماء. أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا تراق قطرة واحدة من دم مشرك، قطرة واحدة من الدم. ويقف النبي المعصوم رافعا أكف الضراعة إلى الله جل وعلا: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. يا له من هم يا رسول الله. يرفع أكف الضراعة: خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. وظل الأمر سرا حتى كان النبي على أبواب مكة. وهنالك الذي أراد أن يدخل مكة التي استمر القتال بينه وبينهم كما قلت من بدر إلى أحد إلى الخندق إلى التألب على النبي، من هجرة رسول الله، من بداية الدعوة، من الاضطهاد والإيذاء، من ترك المال والديار. أي بلاء أشد مما ابتلي به النبي من قومه؟ إنه أشد أنواع الابتلاء. وجاء الحبيب على أبواب مكة، وحتى يحقن دماء أعدائه أمسك العباس بأبي سفيان وأراه قوة المسلمين بأمر من النبي الأمين محمد بن عبد الله، حتى تعلم البشرية ما سر إعداد القوة في أمة الإسلام، لا للطغيان ولكن لوضع العدل في أرض الله. وضع العدل لأن العدو جبل وفطر على العداوة،
لا يعرف أمنا ولا سلاما. أما المسلم فإن الله جل وعلا قيده بقيود الشرع، بقيود الوحي الرباني. وعلى مضيق جبل يقف أبو سفيان ليرى كتائب الرحمة، كتائب الرحمة، كتيبة بعد كتيبة، حتى جاءت الكتيبة الخضراء، وكان على رايتها سعد بن عبادة. فنظر سعد بن عبادة إلى أبي سفيان وقال: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم تستحل فيه الكعبة، يوم الملحمة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمر بأبي سفيان فيقول أبو سفيان: أما بلغك ما قال سعد بن عبادة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا قال سعد بن عبادة؟ فذكر له ما قاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، كذب سعد بن عبادة. وكلمة كذب في لغة الحجازيين تعني أخطأ، ليست بمعنى الكذب، إنهم أصحاب محمد. إن لغة أهل الحجاز يأتي فيها الكذب مرادفا للخطأ، فأخطأ سعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم يوم يعظم الله فيه الكعبة، كما جاء في لفظ البخاري. وعند أهل المغازي أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سفيان، اليوم يوم المرحمة، يوم المرحمة، لا نملك قوة لتكون ملحمة، إنما هو يوم المرحمة. اليوم يوم يعز الله فيه قريشا. يا لها من كلمات من نبي هذه الدعوة. اليوم يوم يعز الله فيه قريشا. ثم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان إلى قومه حتى يخمد نار الحرب. فإذا بأبي سفيان بعد أن آمن ينادي: يا معشر قريش، إن محمدا جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فأغلقها فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن. ويدخل النبي محمد مكة بلا قتال، إلا أن فريقا من البشر أبوا إلا أن يقاتلوا رسول الله، أبوا إلا أن يقاتلوا. فتجمع عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، وجمعوا من جمعوا من المشركين وأبوا إلا القتال، فهزمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففر فريق منهم إلى الصحراء. أما عكرمة فكانت وجهته إلى بلاد الشام. وهنالك لما ركب البحر تلاطمت الأمواج سفينته، وكاد أهل السفينة أن يغرقوا، فما كان منهم إلا أن قالوا: ارفعوا أكفكم إلى الله وتضرعوا. فقال عكرمة: عجبا، فررتم من الله وتلجؤون إليه.
تركتم محمدا يدعوكم إلى الله وتلجؤون إلى الله عند الضيق. ثم قال عكرمة رضي الله عنه: والله لئن أنجيتني من هذه لأعودن إلى رسول الله فلأجدن محمدا رؤوفا رحيما. ونجاه الله جل وعلا وعاد إلى النبي، فلما رآه النبي نظر إليه وقال: جاءكم عكرمة ابن أبي جهل وغرة الإسلام في جبهته. وآمن الرجل بعد أن قال مقولة للعالم كله عداوة أكثر من 20 سنة: لئن أنجاني ربي منها لأعودن إلى محمد وأضع يدي في يده فلأجدنه رؤوفا رحيما. رؤوفا رحيما. أما صفوان بن أمية فقد فر إلى جدة ليبحر إلى اليمن هاربا من رسول الله بعد الهزيمة، وبعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا توجه نحو جدة ليبحر إلى اليمن، فإذا بعمير بن وهب رضي الله عنه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفوان بن أمية سيد قومه، صفوان سيد قومه، وقد فر هاربا منك يا رسول الله ليقذف نفسه في البحر، فأمنه يا رسول الله. فقال النبي لرجل صارع معه صراعا طويلا، قال للصحابي: هو آمن، هو آمن. فقال عمير بن وهب: يا رسول الله، اعطني آية تدل على أنك أمنته، اعطني علامة، آية تدل على أمانك له. فماذا صنع الرحيم الرحمة المهداة؟ بإذا بالنبي يخلع عمامته التي دخل بها مكة ويقول: هذا أمان. ويخرج عمير بن وهب فيجد صفوان كاد أن يركب البحر فينادي: يا صفوان، فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، الله الله في نفسك يا صفوان، فإني قد أخذت الأمان لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تهلك نفسك يا صفوان. فقال صفوان: أنا لا آمنه على نفسي. فقال عمير: إنه أكرم من ذلك وأحلم وأرحم، لا نعرف غدرا ولا نعرف خيانة ولا نستغل قوة في استضعاف الضعفاء في الأرض، إنه أحلم وأكرم من ذلك يا صفوان، وهذه آية أمان رسول الله عمامته. ويخرج صفوان ويقف عمير على رأس رسول الله، هذا صفوان. فيقول صفوان: هذا يقول إنك أمنتني. فيقول النبي: صدق، نعم أنت في أمان. فيقول صفوان: اجعلني في خيار لمدة شهرين. فيقول النبي: بل ل4 أشهر يا صفوان، ل4 أشهر. وتتحول القافلة من مكة إلى حنين، وإذا بصفوان يطلب دينه من النبي محمد من أصحاب رسول الله: ديني يا رسول الله. فإذا بالنبي يقول: ردوا عليه دينه. فلما ردوا دينه عليه قال: زدوه 10 من الإبل. فزادوه 10.
ثم نظر إلى صفوان وقال زودوه 10، فزادوه أخرى، وما زال النبي يأمر أصحابه حتى زادوه 100 من الإبل، 100 من الإبل على دينه. فنظر صفوان إلى رسول الله وقال له: ما أبرك، ما أحلمك، ما أرحمك، ما أكرمك يا رسول الله، ما أحلمك، ما أرحمك، ما أجودك يا رسول الله. قطعناك ووصلتنا، وحرمناك وواسيتنا، ومنعناك وأعطيتنا، وطردناك وآويتنا، فوالله لقد كان وجهك من أبغض الوجوه إلي، فما زلت تعطيني حتى صار وجهك أحب الوجوه إلي، أحب الوجوه إلي. إنني أذكر الحدث وأضع المسألة للأمة حتى تقف أمام نبيها. ليس من أذى كمن أذى في الأرض، هذا نموذج أذى في المعركة وفي العداء لرسول الله، وهناك نموذج آخر من بني عمومته، من بني عمومة رسول الله، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، من بني عمومة النبي. كان الرجل شديد الهجاء لرسول الله، مسرفا في هجائه، حتى وصل الأمر إلى أنه هجا النبي في عرضه، في عرض رسول الله. ولما كان الفتح الأعظم قيل لرسول الله: هذا أبو سفيان بن حارث. فقال النبي: لا حاجة لي فيه، وماذا يريد مني بعد أن هتك عرضي؟ ماذا يريد بعد أن هتك عرضي؟ فإذا بأبي سفيان يمسك بولد له يدعى جعفر، وكان غلاما يافعا، ويقول وهو أمام بيت رسول الله: لئن لم يأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخذن بيد هذا الغلام وأذهب في الصحراء حتى أموت جوعا وعطشا. فرق الرؤوف الرحيم وقال: لا، أدخلوه علي، أدخلوه. وعفى النبي على من طعن في عرض النبي محمد، في عرضه، وهجاه في بقاع الأرض، وما ترك شذة ولا فذة إلا فعلها ضد رسول الله. ويتحول الرجل بالمسامحة إلى رجل يقول: لعمري أني حين أحمل راية، لعمرك أني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك مدلج الليل، لك لمدلج حيران أظلم ليله، فقد حان أوان فاهتدي واهتدى. وتحول الرجل إلى داع إلى الله جل وعلا، وذلك كله من رحمة الله التي صبها في قلب محمد بن عبد الله. هذان نموذجان، لكن أين البداية؟ كان بودي أن أوصل البداية، إذ أن البداية ليست من طبيعة بشر، إنما هي من صناعة إله قادر صنع محمدا على عينه. هذه النهاية لها وقفة بداية، لها وقفة بمشيئة الله، إذ قال فيها الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله جل وعلا جعلنا نعلنها كاملة في كل صلاة: الحمد لله رب العالمين.
فالله رب العالمين ومحمد رحمة للعالمين، فكل من كان الله جل وعلا له ربا فقد جعل الله محمدا له رحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الأنفس وباريها ومبدعها وهاديها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد عباد الله، فعلى عجالة قلت من أين البداية؟ من أين البداية حتى نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء رحمة من الله جل وعلا. إن الله جل وعلا أنزل على هذه الأمة دينا، قلت أكثر من مرة إن هذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي ربى محمدا صلى الله عليه وسلم، والذي كما أشرت فتحه كثير من المسلمين، وأغلب كل المسلمين إن لم يكن أغلبهم أو أغلب المسلمين يتناولون هذا الكتاب ليلا ونهارا، وربما فتحه كثير من أعداء الإسلام. أنا أطرح سؤالا ليس على المسلم إنما على العالم كله، الذين فتحوا الكتاب الذي ربى أمة محمد ويعد المصدر الأول لهذه الأمة، حينما تقول لأي واحد هل فتحت القرآن؟ قال نعم. قل له بربك، حينما تفتحه في أول صفحاته فماذا ترى؟ بربك. ولو قلت افتحوا المصحف الآن لفتحتم، فوجدت على يمينك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ووجدت في الصفحة المقابلة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. قلت شرع بدأ بالرحمة، كتاب جاء من عند الله جل وعلا يفتحه الناس وكثير من بلهاء المسلمين، فربما هذه اللفتة لا تلفت كثيرا من نظر الناس. هل تأمل واحد منكم أن شريعة تبدأ بالرحمة؟ فأي قسوة فيها؟ شريعة تقول للعالم كله هاتوا كتابا من آدم إلى محمد بن عبد الله أول بيان فيه بسم الله الرحمن الرحيم. هاتوا كتابا نزل من آدم إلى النبي محمد. حينما تفتح الأمة صفحاته وتقلب الصفحات تجد كل بدء عندنا برحمة من عند الله جل وعلا. لذلك وجدت جابر بن عبد الله يقول فيما جاء في مقدمة الحافظ ابن كثير حينما نزلت هذه الآية، آية الرحمة الإلهية على العالم، ماذا حدث يا جابر؟ قال هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الريح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء، وحلف الله جل وعلا بعزته ألا يسمى اسمي على شيء إلا باركت فيه. إن شريعة تبدأ بالرحمن الرحيم أوسع صفات الله لا تعي، وأنا على ثقة قد لا يلفت نظر ذلك كثير من بلهاء الأمة، ولكن أمة مستعجلة. هل توقفت مع هذا الكتاب وفتحته وقلت ما دلالة هذا الكتاب؟ أن يبدأ في كل صفحة أو صفحات يبدأ بهذه الآية
ويقف النبي محمد بن عبد الله فيما جاء عند ابن أبي حاتم رحمه الله متباهيا بنعمة الله جل وعلا، فيقول أنزلت علي آية لم تنزل على نبي من قبلي غير سليمان بن داود، أما محمد افتتاح شرع، افتتاح دين، فتح الله بها الشريعة التي جاءت مبينة للناس أسلوبها وخصائصها مبنية على صفات الكمال، رحمة ذاتية وسعت كل شيء مؤمنا وكافر، لذا أخبر الله عنها قائلا ورحمتي وسعت كل شيء، المؤمن وغير المؤمن، الصديق والعدو، وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون، هذا في الآخرة لمن التمس منهج الله جل وعلا وسنة محمد بن عبد الله. وجاء في البخاري وغيره قال النبي محمد إن الله كتب كتابا فوق العرش فهو عند الله جل وعلا، إن رحمتي سبقت غضبي. ولذا تجد حينما تخل أمة بمنهج الله جل وعلا وأخلت بما سبق من مناهج حينما أخلت جعل الله جل وعلا القسوة في القلب من أشد العقوبات الإلهية. لا تتأتى هذه القسوة وتخرج الرحمة من قلوب العالم إلا إذا نقضوا عهد الله وميثاق الله جل وعلا، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قال النبي من لا يرحم لا يرحم، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، إلا من شقي. وإذا بأعرابي يجلس أمام النبي فيقول لرسول الله حينما رآه يقبل الحسن والحسين أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الأولاد لا أقبل أحدا. فماذا قال النبي؟ وما لي وما لك؟ إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، إن النبي جاء رحمة. هذه الرحمة التي دائما أكررها لسبب، ليست عبارة عابرة علي، ولكن أقصد بالتكرار دائما النبي رحمة، لأن الله قال وما أرسلناك إلا رحمة. أعظم ما رأيته في التفاسير أن العلماء قالوا أن كلمة رحمة جاءت حالا، أي أن محمدا هو نفس الرحمة، هو نفس الرحمة. وما أرسلناك إلا حالة كونك أنت الرحمة في ذاتها، أنت الرحمة في جنسها، أنت المظلة التي تظل الدنيا برحمتها، لأنك أنت رحمة. فجاءت جملة حالية نعم لها اعتبار في بعض اللغة في قولهم أنها مفعول لأجله، أي أنزلناك لأجل الرحمة، أو مفعولا به نعم له اعتبار، لكن حينما تأملت استراح قلبي لهذا المعنى الراقي، أنت رحمة، رحمة نفسك يا محمد، فكان بحق رحمة للعالم كله. فاللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته على كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تصلي على محمد. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله كما آمنا به ولم نره. اسقنا بيده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك ربنا أن تجمعنا على كتابك وسنة نبيك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا وتب علينا توبة نصوحا. اللهم
تب علينا حتى نتوب، اللهم تب علينا حتى نتوب، اللهم تب علينا حتى نتوب. اللهم الهم نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. عباد الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأقم الصلاة.